بعد ما عرفنا إيه هو الخوف من الهجر، هل في علاج؟ هو ده موضوع الحلقة النهاردة، بس قبل ما نبدأ ما تنسوش تعملوا لايك وشير لو الحلقة عجبتكم. بشجعكم تاخدوا سكرين شوت من كل تدريب بيتم ذكره في الحلقات، عشان الهدف إن احنا نجمع كل التدريبات دي في كشكول واحد ونشتغل عليها بانتظام. طيب، إيه هي أشهر معتقدات أو core beliefs اللي بيخلقها الخوف من الهجر جوانا؟ واحد، خيانة الثقة، واللي بنترجمها جوانا إن الناس هتجرحني، هتهجرني، هتستغلني، أو على الأقل مش هيكونوا موجودين جنبي لما أحتاجهم. اتنين، الحرمان العاطفي، أنا مش لاقي الحب اللي محتاجه، محدش فاهمني أو حتى أفرق معاه. تلاتة، إني معتوب أو خربان، لو الناس عرفتني على حقيقتي محدش هيبص في وشي. أربعة، الفشل، إني فاشل ومش عارف أنجح ولا حققت حاجة في حياتي، وسنين كتير في حياتي عدت على الفاضي. نيجي دلوقتي لسؤال مهم، يا ترى إيه اللي بيصير أو بيحرك المعتقدات الأربعة دول؟ بمعنى إن إيه اللي بيحصل فيخليني فجأة أتضايق وخاف إن أتساب أو أترفض وملاقيش حد يحبني؟ لو لقيت تغيير في تصرفات حد معايا، إن العلاقة اللي أنا فيها ما بقتش بحس فيها بالأمان، إني اتعرضت للرفض أو الهجر أكتر من مرة فبقيت حساس وطول الوقت مستني إنه يحصل، كتر النقد، حد اختفى فجأة والفترة مش قليلة من غير سبب واضح، الجوستينج، أو حد كل شوية يظهر بمزاجه ويختفي بمزاجه. أعمل إيه لو حسيت إني triggered أو إنه الخوف اللي جوايا استثار وطلع وشغال ومسيطر على عقلي ومشاعري ومش عارف أفكر غير فيه؟ أعمل إيه بقى ساعتها؟ ممكن نعمل التدريب ده، وخصوصا لو بالكتابة، هيخليك تركز على أفكارك وتكتشف إنها مش حقيقية، وده بيهدي كتير جدا. التدريب، هو أنا حاسس بإيه دلوقتي؟ إيه اللي حصل حسسني بكده؟ هل أنا في أمان دلوقتي؟ ولو لأ، أعمل إيه عشان أحس بالأمان؟ هل اللي حصل ده فكرني بحاجة قديمة؟ طيب إيه الفرق بين الموقف الجديد والقديم؟ العلاج، عشان نحل مشكلة الخوف من الهجر لازم نفهم إيه اللي بعده وإيه اللي قبله. مشكلة الخوف من الهجر الأساسية هي إنه فشل في خلق تعلق آمن، أما من نتائجه الكارثية هو إنه بيتسبب في مشاكل كتير زي الاعتمادية والإدمان وغيرهم. عشان كده مواجهة الخوف من الهجر حاجة في غاية الأهمية وممكن تنقذ حياة ناس كتير. نعمل إيه؟ واحد، تنظيم القلق. إحنا قلنا في البداية إن الخوف من الهجر نوع من القلق، وعشان نواجه لازم نستخدم أسلحة كتير زي اليقظة أو mindfulness، وده ليه طرق كتير زي التأمل الموجه واللي موجود في فيديوهات كتير على اليوتيوب، أو استخدام طريقة هنا والآن، وهي إنك تركز على كل حاجة حواليك. التنفس، وفي طريقة مشهورة جدا للتنفس البطيء اسمها 4 أربعات، وهي إنك تاخد شهيق في 4 ثواني، تكتم نفسك في 4، وتطلع زفير في 4، وتكتم نفسك في 4، وتعيد الحكاية. الريلاكسيشن، أو إنك تسترخي أو تشوف إيه بيهديك زي حمام سخن أو مشروب سخن بتحبه، موسيقى هادية. إن يكون عندك أفكار إيجابية تقدر تقاوم بيها الأفكار اللي هجمت عليك فجأة دي. عبر عن مشاعرك وإيه اللي حاسس بيه دلوقتي عن طريق كتابة اليوميات، مش لازم تكتب كل يوم، لكن لو اتعودت تكتب عموما هتلاحظ قد إيه الكتابة بتهدي جدا وبتنظم الأفكار والمشاعر. التخيل، وده بإنك تختار مكان بيحسسك بالأمان زي حديقة، أو إنك تبقى سامع صوت البحر وتقعد تتخيل نفسك في المكان المريح ده. كل النصايح دي على المدى القريب، يعني لو أنت triggered أو مشاعرك تم استثارتها من خلال موقف أو ذكرى صح ومشاعر الخوف والوحدة جواك، الحاجات دي هتساعدك تهدى وتخفف من الألم اللي أنت حاسس بيه. طب وعلى المدى البعيد ممكن نعمل إيه؟ نبتدي نشتغل على أنماط التفكير اللي بتعطلنا وبتساهم بشكل كبير في إحساسنا بالقلق والخوف، زي الشخصنة،
وهنا لازم تفصل بين الشخص والتصرف. مثلا اتصلت بحد في التليفون وما ردش، أغلب اللي بيعانوا من الخوف من الهجر بيترجموا اللي حصل ده على إنه الشخص قاصد فعلا إنه ما يردش وإنه متضايق منهم، مع إن في ألف عذر للشخص ده، زي إنه نايم، مش فاضي، في الحمام، يعني مفيش أي سبب شخصي إنه ما يردش. قراية الأفكار أو القفز إلى نتائج، واحدة خطيبها رد عليها في التليفون رد ناشف شوية، تبتدي تحلل إنه خلاص بطل يحبها، أو إنه بيخونها، أو إنه زهق منها وهيسيبها قريب، في حين إنه ممكن يكون عنده مشاكل في الشغل أو مع أهله، أو مشاكل مادية، أو مرهق، بس فصوته عامل كده. التهويل، زي إن أي تصرف يبقى وراه كارثة مستنية تحصل. التعميم، زي إن كل الرجالة خاينة أو كل الستات بتحب النميمة وهكذا. طيب لو حصل موقف وظهر عندي أعراض القلق ده، أعمل إيه؟ هقسم اللي حصل كالتالي: 1. الحدث، هو إيه اللي حصل بالظبط. 2. المعتقدات أو الكور بeliefs اللي ورا الحدث. 3. النتائج. 4. مناقشة المعتقدات أو الأفكار دي وتحليلها. 5. تقييم رد الفعل. مراقبة الذات، في خلال الأسابيع القادمة كل ما تحس بالقلق من الهجر أو الرفض، اكتب إيه اللي بيحصل وإيه الأفكار اللي جات لك وقتها، إيه الصور اللي جات في بالك، المشاعر، إزاي الموقف ده شبه مواقف قديمة. وفي نهاية كل يوم أو أسبوع راجع اللي كتبته وحاول تلاقي التريجرز والكور بليفز المشتركة. وفي النهاية عشان نلخص، إحنا محتاجين إيه عشان نعالج القلق والخوف من الهجر؟ لازم نفتكر الخطوات اللي جاية. 1. إن العلاج المعرفي السلوكي عشان نعرف أنماط التفكير اللي بتعطلنا، وده عشان نواجه التريجرز أو المثيرات اللي بتحصل. 2. أنشطة تزود الثقة بالنفس أو السلف esteem. 3. إننا نبني حدود شخصية قوية. و4. إنك تتعاطف مع نفسك وتسمعها وتتفهم مشاعرها واحتياجاتها اللي بيسموها تنظيم المشاعر وإدارتها. لو عجبكم كل اللي فات، استنونا الحلقة الجاية.